عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول أمس الثلاثاء كريستوف ليكورتييه سفير فرنسا الحالي في المغرب في منصب المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية AFD خلفا لريمي ريوكس الذي يتولى المنصب منذ عام 2016 والذي سيغادر منصبه في 3 مايو المقبل. وبحسب مرسوم رئاسي صادر عن الإليزية فإن السفير الفرنسي بالمغرب سيتقلد منصبه الجديد ابتداء من 11 مايو المقبل. السفير الفرنسي قام أمس الأربعاء بزيارة إلى العيون على رأس وفد فرنسي لتدشين المدرسة الفرنسية الجديدة بول باسكون بالأقاليم الجنوبية. ويبلغ كريستوف لوكورتيه 63 عاما وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية، وقد شغل عدة مناصب استشارية لوزراء سابقين مثل نيكولا ساركوزي وكريستين لاغارد في وزارة الاقتصاد والمالية، قبل أن يصبح سفير فرنسا في أستراليا عام 2014 وعين سفيرا لفرنسا في المغرب نهاية عام 2022. وينظر إلى لوكورتي كأحد الشخصيات التي ساهمت في عودة العلاقات إلى طبيعتها بين المغرب وفرنسا بعدما عين في منصبه في وقت حساس كانت العلاقات بين البلدين تمر بأزمة دبلوماسية.